وايه تاني؟ اتفضلي سامعينك. وبالنسبة بقى للفرح، طبعا لو هيكون علينا عشان نقدر نعمل حاجة مناسبة تليق بينا ونعرف نعزم الناس بتوعنا، هتعملوا انتوا ايه بقى في الشبكة ولا قراية الفاتحة؟ هتعملوها هنا في المنطقة دي في البيت ده؟ لو سمحتي يا طنط اهدي شوية، ما ينفعش حضرتك تبقي جاية بيتنا عشان تقلي منا. من ساعة ما حضرتك دخلتي عمالة تقولي كلام غريب جدا. هي الصراحة بتزعل ولا ايه؟ لا الموضوع زاد عن حده. على فكرة أنا كل ده ساكتة عشان انتي في بيتنا بس، صدقيني. اهدي يا ماما بعد إذنك، اهدوا يا جماعة، ما تقول حاجة يا فادي. وكل ده حصل عشان انتي كذبتي عليا وخبيتي عليا وعلى صاحبتك اللي أنا سألتها عليكي. أنا ما كذبتش عليك، ولو كان ده ما يخليكش لما تدخل تغير اتفاقاتك كلها عشان انت قلت مننا. مش صح كده يا فادي على فكرة. واضح إنها واحدة طماعة ومادية وعارفة كويس قوي هي بتعمل ايه. لا انا مش ماديه طنط ولا طمعانه فيكم، ولا اصلا انا اعرف اي حاجه عن مادياتكم، واسالي فادي الكلام ده. انا كلمه كمان هقولك، خدي ابنك وتفضلي اطلعي بره، ولو اني عمري ما عملتها في حياتي، عشان بتوع المناطق الشعبيه معروف